ناس كتير شايفة إن الأرجنتين كسبت خلاص وإن مصر داخلة الماتش ده تحصيل حاصل، وأنا بقول لك لأ، استنى شوية. لأن اللي تابع الأرجنتين في البطولة دي هيكتشف إن الفريق ده مش هو الأرجنتين اللي كانت مرعبة في كأس العالم 2022. الفريق لسه كبير ولسه عنده نجوم، لكن بقى عنده عيوب واضحة، وعيوب لو مصر لعبت عليها صح هتخلي المباراة مختلفة تماما. اسحب كرسيك واطلب قهوتك وتعالى نفك الماتش حتة حتة. قبل ما نتكلم عن مصر خليني أسألك سؤال: إيه أكتر حاجة الناس فاكراها عن الأرجنتين؟ إنها فريق بيستحوذ وبيضغط وبيخنقك، صح؟ طيب تعال نبص على آخر ماتش ليهم اللي كان قدام كاب فيردي، الفريق اللي ناس كتير كانت متوقعة يخرج بسهولة، لكن اللي حصل كان العكس. الأرجنتين كسبت لكن استقبلت هدفين، وده بالنسبة لي أهم رقم في المباراة. مش الأهداف الثلاثة اللي جابتهم الأرجنتين، الهدفين اللي دخلوا فيهم. ليه الرقم ده مهم؟ لأن معنى كده إن دفاع الأرجنتين بقى بيتفتح، وبقى بيسيب مساحات، وبقى ممكن توصل لمرماه أكتر من مرة، وده ما كانش بيحصل في نسخة 2022. وقتها أول ما الأرجنتين كانت بتتقدم كانت المباراة بتنتهي، لكن دلوقتي لسه المنافس بيعرف يهاجم ويخلق فرص ويسجل. أول نقطة تكتيكية لازم نتكلم عليها إن مصر لازم تبدأ ببلوك متوسط. يعني إيه بلوك متوسط؟ يعني لا نضغط على حارس المرمى ولا نرجع ندافع جوه منطقة الجزاء. نقف في نص الملعب ونخلي خطوطنا قريبة من بعض. ليه؟ لأن الأرجنتين بتستمتع بأي فريق يطلع يضغط عليها. أول ما تكسر الضغط تلاقي نص الملعب كامل قدامها، وده السيناريو اللي مصر لازم تتجنبه. طب إيه الهدف من البلوك المتوسط؟ الهدف إنك تقفل أخطر مساحة في الملعب، مش الجناح ولا العمق، لكن المسافة اللي بين وسط الملعب وخط الدفاع. دي أخطر منطقة عند الأرجنتين، المنطقة اللي صانع الألعاب أو المهاجم المتأخر بيستلم فيها ويلف ويبص وبعدين يضرب الباص اللي يكسر الدفاع كله. وهنا بقى يجي دور أهم اتنين في منتخب مصر: مهند لاشين ومروان عطية. الاتنين دول مهمتهم مش يجروا ورا الكورة ولا يعملوا التحامات كل شوية. مهمتهم يقفلوا المنطقة دي تماما. أول ما اللاعب يستلم واحد يضغط والتاني يغطي وراه، يعني اتنين ارتكاز شغالين كواحدة واحدة، مش كل واحد بيلعب لوحده. طيب لو مصر نجحت تقفل المنطقة دي هيحصل إيه؟ الأرجنتين هتضطر تلعب على الأطراف، وده بالنسبة لمصر أفضل بكتير، لأن العرضيات أسهل في التعامل من البساط العمودية. طيب دلوقتي بعد ما اتكلمنا على نقط ضعف الأرجنتين، السؤال المهم: مصر تضرب منين؟ ومن هنا أنا شايف إن مفتاح المباراة مش هيكون الاستحواذ ولا عدد الفرص ولا حتى نسبة التمرير. مفتاح المباراة هيكون التحولات. ببساطة أول ما تقطع الكورة لازم تهاجم بسرعة، مش بسرعة جري، بسرعة قرار. وده أكبر فرق بين الفرق الكبيرة والفرق اللي بتضيع الفرص. وهنا بقى أنا عندي ممنوعات، ولو أنا حسام حسن هقولها للعيبة قبل الماتش: ممنوع أول باصة ترجع لورا، ممنوع الاستلام وتقعد تلف بالكورة، ممنوع إن اللاعب يمسك الكرة زيادة، أول لمسة لقدام. ولو قدامك صلاح اديله، ولو مرموش اتحرك اديله، ولو هيثم حسن سبق ظهيره اديله. ليه؟ لأن الأرجنتين وقت ما بتفقد الكورة بتبقى عندها مشكلة كبيرة جدا، إن الظهيرين بتوعها بيبقوا متقدمين وقلبين الدفاع بيبقوا بعيد عنهم. بص هنا، شايف المساحة دي أهم مساحة في المباراة كلها، ودي النقطة اللي لازم يستغلها صلاح. كتير فاكر إن صلاح لازم يستلم على الخط، وأنا مختلف. أنا عايزه يستلم بين قلب الدفاع والظهير. المساحة دي بتعمل ارتباك، الظهير مش عارف يخرج وقلب الدفاع مش عارف يسيبه، وساعتها صلاح بيبقى في أفضل مكان. ونفس الكلام على مرموش. أنا مش عايز مرموش واقف جوه منطقة الجزاء، أنا عايزه يتحرك كل شوية، ينزل ويرجع ويبدل مكانه مع صلاح. ليه؟ علشان قلب الدفاع يطلع وراه، وأول ما يطلع يفتح مساحة، والمساحة دي يدخل فيها صلاح. وهنا بقى يجي دور هيثم حسن، وأنا شايف إن وجوده مش رفاهية، بالعكس دي نقطة قوة. لأن هيثم من أكتر اللعيبة اللي بتكسب واحد ضد واحد، ولو كل مرة قدر يعدي الظهير الأرجنتين هتضطر تنزل تنزل لاعب زيادة يساعده، وساعتها صلاح هيلاقي نفسه واحد ضد واحد، وده أفضل سيناريو لمصر. طيب مين أخطر لاعب لازم مصر توقفه؟ بصراحة أنا مش هقول اسم، لأن المشكلة مش في لاعب، المشكلة في اللي بيستلم بين الخطوط. أي حد يستلم هناك بيبقى خطر، عشان كده لازم المسافة بين الدفاع والوسط تفضل قصيرة طول المباراة. ولو مصر سجلت الأول، اوعى، وأنا بكرر اوعى ترجع تدافع جوه ال 18، دي أكبر غلطة. خليك على نفس البلوك المتوسط، وخلي الأرجنتين تلف بالكورة، لكن من غير ما تدخل العمق. وهنا بقى نيجي للسؤال اللي الناس كلها مستنياه: ايه التشكيل الأنسب؟ أنا التشكيل الأنسب من وجهة نظري، أنا شايف إن مصر تلعب 4-4-1-1. حارس المرمى شوبير، محمد هاني، رامي ربيعة، ياسر إبراهيم، كريم حافظ.
2 مركز 6 مهند لاشين ومروان عطيه، ودول اهم 2 في الماتش كله. هيثم حسن ناحيه اليمين وامام عاشور ناحيه الشمال. محمد صلاح حر خلف المهاجم، وعمر مرموش مهاجم حر. في النهايه انا مش بقول ان مصر هتكسب، لكن بقول ان مصر عندها فرصه حقيقيه لو لعبت بعقل مش بخوف، لو التزمت بالتفاصيل الصغيره اللي اتكلمنا عليها. لو عجبك التحليل اكتب لي في الكومنتات ايه اكتر نقطه شايف ان مصر لازم تركز عليها، وما تنساش تعمل لايك واشتراك. كلام النهارده خلص، لكن الكلام على ملعب القهوه ما بيخلصش. سلام يا كباتن.